الابن ده هو ووالده كانوا هيتغدوا مع بعض. قام الابن عشان يجيب باقي الاكل، رجع شاف منظر غريب جدا. شاف والده بيطلع اللحوم اللي في طبق الابن وبيحطها في طبقه، وبعدين بدل الاطباق. هنا الابن ابتسم وفهم والده عمل كده ليه. اول ما قعد علشان ياكل قال لوالده: بابا، اللحوم دي كتير قوي عليا، خد يا بابا قطعة. فالاب قال له: ما انت عارف انا ما بحبش اللحمة. الابن فكر كده اللحظة وبعدين قال له: بابا، اللحمة دي ريحتها غريبة جدا، شوفها كده. فالاب اخدها منه وشم ريحتها. قال له: ما فيهاش حاجة. قال له: بس دوقها كده. دق حتة صغيرة. قال له: ما فيهاش حاجة. قال له: يا بابا، خد حتة كبيرة علشان تدوق طعمها. فقال له: يا ابني، ما فيهاش حاجة، دي طعمها جميل جدا. قال له: عارف يا بابا، اكبر كدبة سمعتها في حياتي كذبت ما بحبش الاكل ده. إني عارف كويس انك طول عمرك بتضحي علشاني. رغم ان الابن كبير والاب كمان كبر في السن، لكن برضه مازال بيستخسر في نفسه علشان ابنه. هو ده الاب. لو والدك لسه عايش ادعيله بطولة العمر والصحة، لو والدك متوفي ادعيله بالرحمة، وما تنساش تصلي على النبي.